لقد تم تكوين فريق لكرة القدم في المدرسة الثانوية العليا تحت قيادة حارس المرمى السابق اللامع جاسم مختار. أظهروا قوتكم. ضربة لفتت نظر حميدو، كانت تلك ضربة من فوق الرأس. ماذا عن هجومنا المفاجئ على جاسم مختار؟ هل سنفشل؟ هل تمزح؟ شخص مثلي يعرف أكثر عن هذا الأمر. إذن فما الذي تحاول أن تفعله؟ نلعب الكرة. اسمع، نبدأ بتكوين فريق الكرة الخاص بنا ثم نهزمه فيما بعد. الأمر بسيط. عنوان هذه الحلقة: حميدو يتحدى. بكي، لا تكفوا. أنا آسف. عاجزون، اركضوا حول الملعب بسرعة. حاضر سيدي، إن بكري منهك، هل تسمح له بالراحة؟ ألا تستطيعوا أن تطيعني؟ أنتم جميعا اركضوا حول الملعب 4 مرات أخرى. حاضر. يا لها من طريقة عاجزة للركض. ابقوا منتصبين، كونوا مستعدين دائما للدوران. أنت يا جبان، ألا تستطيع الاحتمال؟ هل تجد التمرين قاسيا بحيث ترفض الانضمام للفريق؟ لم تفهم قصدي. ماذا تفعل ركودا؟ يا أبلهان، أنا لست لصا. ما الأمر؟ لماذا تضحكان؟ لا شيء لا شيء. انتظرا. يا إلهي، إنه يلحق بنا. انتظرا لحظة. أي. لقد ألمتني. إنه سريع الركض. أرجوك اتركني، اتركنا نذهب. لا بأس. فعلا لا بأس. ممتاز، أرجل جيدة، لهما مستقبل رائع. لعب الكرة. ولم لا؟ اتفقنا إذا. لا بأس، اتفقنا. تعتقدان أنكما لاعبان جيدان، أليس كذلك؟ أنتما مغروران فعلا. اسكتي. سوف تشاهدين بنفسك كيف سنهزم فريق مختار. سنهزمهم بالتأكيد، ونبرهن أن نظريات مختار كلها لا تنفع. أشك بذلك. تبدو متأكدة مما تقوله. أنت أيها المسترخي، اخفض رأسك وابقي يديك مضمومتين. اخفض جسمك. هيا، استمروا. انتظر. أرجل جيدة، لا بأس بك. انتظر. رأس جيد، لا بأس بك. لقد جمعنا 10 لاعبين. انهض يا درفيل، هيا انهض. لماذا الكسل؟ هل استقر كل شيء؟ هيا انهض. لا تقلق، لقد اخترت 11 لاعبا، ولكن ماذا عن الكرة؟ أنا لدي واحدة. ماذا؟ هل ستلعب بكرة القدم القذرة هذه؟
نشتري واحدة جديدة إذن. ألست أنت رئيس فريق الكرة الثاني؟ هذا لم يقرر بعد. فعلا، فالرئيس يجب أن يهتم بلباس الفريق. موافقون؟ أنت غبي فعلا يا درفيل. لم أنحني أمامك أبدا وأطلب منك أن تلعب الكرة معنا. في هذه الحالة دعنا نلغي فكرة فريق الكرة الثاني. هيا. أنا سأجهز الفريق. ماذا قلت؟ قلها ثانية. أنا سأحصل بنفسي على كرة وملابس لكم جميعا. هل تعني ذلك حقا؟ حميد رجل، وحين يقول شيئا ينفذه. ماذا؟ تريد 250 دينارا؟ إنما أريد أن أستدين ذلك المبلغ يا أبي. كلام فارغ. كيف تستطيع أن تسدد مثل هذا المبلغ؟ لا أقدر أن أسدده دفعة واحدة، لكنني أعدك برده. إنك أغبى من أن تكون مسليا. لا، عليك أن لا توبخه هكذا. حميد، ما هي مشكلتك؟ حميد يقول إنه يريد مبلغا كبيرا لتكوين فريق الكرة، وهو لا يدرس، وبدلا من ذلك يحتاج النقود للعب الكرة. لقد وعدت زملائي بذلك ولا أقدر أن أخلف وعدي. لست مسؤولا عن وعودك. إذا سأعمل منذ اليوم. أرجو أن تعطيني راتبا. هل تعني أنك ستساعد في المطعم؟ ليست مساعدة، سأعمل كموظف. المطعم يفتح حتى 2 صباحا، أليس كذلك؟ إذا سأعمل حتى ذلك الوقت. كم ستعطيني راتبا؟ توقف عن هز السكين. كم ستدفع؟ كفى. ستعطيني راتبا يا أبي، أليس كذلك؟ ها؟ مساء الخير. أنت موظف جديد؟ نعم، في خدمتك. هذا العصير غير طازج والكوب قذر. لكن يا سيدي، قلت لك إنه قذر، هل تكذبني؟ لكن يا سيدي، أنا... إن حميد لم يقل شيئا سيئا في حقك. لا أحب هذا الكلام، يجب أن يحترمني. تذكر أنني زبون، والزبائن يدفعون ثمن شرابهم، وتحصل أنت على راتبك. إذن الأفضل أن تفعل ما نريده نحن. هيا، خذ الشراب وغيره. يا له من لئيم. أنا آسف جدا، أرجو أن تعود ثانية إلى محلنا. حميد، يجب أن تنام، عليك أن تنهض مبكرا. لن أؤجل عملي، يجب أن أنهي تنظيف المكان. حميد. نعم. ها؟ أبي، شكرا يا أبي. خذها. سأستدين هذه النقود. شكرا يا أبي. إذا أخذت النقود العب كرة القدم قدر ما تستطيع. يجب أن لا تنسحب من منتصف الطريق. إذا فعلت فعليك أن تترك المدرسة أيضا. هل فهمت؟ أبي، ما هذا الذي تقوله؟ تشجعه على لعب الكرة بدلا من الدراسة. يجب أن لا تتدخل النساء في أحاديث الرجال. إذا ما تركت لعب الكرة فعليك أن تحصل على وظيفة لتعيد النقود إلي. بالتأكيد يا أبي.
أنا آت يا مختار. هي أنتما تسويان نفس المكان ثانية، تحركا إلى الجهة الأخرى. أخيرا بدأ هؤلاء الشباب باللعب. أنا سأحصل عليها. إذا كنت ستشاركنا في اللعب فساعدنا في تسوية الأرض. نحن أعضاء فريقين مختلفين، ألا تذكر؟ إذا لم نتلقى الأوامر منك. فعلا لم نكون فريق كرة قدم من أجل أن نجر المدحلة. أنت على صواب. هيا لكل شخص الحق في استعمال هذا الملعب، لا تترددوا في استعماله. هيا اضرب. هيا. ما الذي تتفرجون عليه؟ استمروا في تسوية الأرض. هيا. ويل لك. ألا تعتقدين أن حميد ومجموعته قد فعلوا شيئا جريئا؟ وهل يهمك أمرهم؟ ما الذي تقصدينه؟ لكن حميد لاعب ممتاز. هيا افرض. إنه ما زال مبتدئا. الفريق الأول هو الفريق الرسمي. أظن أنها ستكون ضربة إذا هزم فريق حميد من قبل فريق الكرة الأول. هيا أكثر أكثر. سيارة رائعة. إنه السيد بكري رئيس لجنة كرة القدم. ما الذي جاء به؟ هيا لنشاهده. إنهم يلعبون. أين ابني؟ هو ذاك؟ لا لا، إنه ليس ابني. بكري. بكري، أنت في حالة مزرية. بكري أيها الغبي، ماذا تفعل؟ آسف. هل تريد تمرينا أكثر قسوة؟ ظننت أنني تعرضت للإهانة. بكري، أبي، يجب أن تبذل جهدا أفضل حتى لا يوبخك السيد مختار. كفى أنت الآخر يا أبي. سيد مختار، إذا كنت تريد تسوية الأرض فلماذا لا تستخدم آلة؟ ذلك أسهل من استعمال المدحلة. وإذا كانت النقود مشكلة فأنا أتكفل بها. لا أحتاج للنقود.
إذن عليك أن لا تتردد، وإلا فالنقود تجلب نقودا أخرى. النقود لا تشتري الجسم والعقل. أريد من الأولاد أن يحصلوا على شيئين: الشيء الأول قوة الاحتمال، والثاني القدرة على الاستمرار. فهمت. لهذا أنا أحترمك يا سيد مختار. أنا معجب بطريقة إسبارتا الرجولية بالتدريب. عليك أن لا تختلف لكون بكري ابني، فأنا أؤيد جهودك. كيف تجد ابني؟ حسن، اتركوا المدحلة، هذا يكفي. والآن الركض. واحد ناس، واحد ناس. هل تظن أن ابني سيكون نجم كرة ممتاز؟ من؟ بكري ابني. لا أظن ذلك. يصلح أن يكون لاعب احتياط. ماذا؟ إنها ليست قضية موهبة بل الروح. لحظة سيد مختار، هل تعني أن تربيتي له خاطئة؟ نعم، أعني ذلك. ماذا؟ الأطفال مرايا عاكسة لآبائهم. ماذا؟ من تظنني أكون؟ محدث نعمة تجني الملايين من بيع المزارع والعقارات، ثم تدفع مبالغ كبيرة لتحصل على لقب رئيس لجنة كرة القدم، أليس كذلك يا أستاذ بكري؟ كيف تجرؤ أن تقول لي ذلك؟ رأسه يخلي بالغضب. يبدو أن السيد مختار يفعل كل شيء بثقة، ولكنه الآن بتحديه الجريء لرئيس لجنة كرة القدم سيكون في وضع صعب فعلا. إنه الفريق الآخر ينظر إلينا بتعجب. لقد كانت فعلا صدمة. دعونا نسحق الفريق الأول. هل ننتظرهم هنا ونفاجئهم بالهجوم؟ هرا. ماذا؟ هيا بنا نحطمهم إلى قطع. ليس هنالك من طريقة إلا أن نهزمهم أمام الآخرين. سترى ما سيحدث. لا شيء سوى تسوية الأرض والركض بدون لعب. فالسيد مختار سيتولى أمر ذلك. أرجو أن تقبل هذا تحدي مكتوب. يجب أن لا يكون للمدرسة العليا سوى فريق كرة واحد، فدعونا نقرر من الفريق الأجدر بالبقاء بأن نلعب مباراة. لكن فريقنا مقبول رسميا من المدرسة. قلها ثانية. أنت تتكلم كرئيس. متى أصبحت كابتنا؟ لا تكترث لتفاصيل سخيفة كهذه. كل ما أرجوه أن تقبل بهذا. أرفض. ترفض؟ لا أرى سببا للقبول. لا تملكون أي إمكانيات للفوز بالمباراة. أطفال، لا، كفى جميعا. لا يهم ما يقول حميد ومجموعته. الرياضيون الحقيقيون لا يقتادون لأمور كهذه. يا لك من رياضي باهر. لكننا لن نتقاتل هنا، نريد أن نتبارى معكم في ملعب الكرة. لكننا لا نقدر. فريق الكرة الأول الآن خائف من مواجهة الفريق الثاني. تعلمون أن كرة القدم هي رياضة التمرير، وهذا يعني أنها رياضة جماعية، إنها رياضة الفريق. أستاذ، دعنا نجري مباراة مع فريق حميد. لا. لما لا؟ هل رأيت النصر؟ نعم، إنها سخيفة. لكنهم أهانونا. انسى الموضوع. فريق الكرة الأول بالقلوب الجبانة. اتركوا لعب الكرة. ما الأمر؟ أنت
يا جبان. ماذا؟ أنا لست جبانا. إذا دعنا نجري المباراة. ماذا؟ لا نستطيع بدون إذن السيد مختار. هذا صحيح، فهو يعلم إذا أنكم ستهزمون هزيمة نكراء. جبان. إليك بأمر لمعلوماتك الخاصة. السيد مختار سيسافر قريبا في عمل طارئ. هذا مؤكد، سمعته بنفسي يقول ذلك على الهاتف. لا تقولي أشياء كهذه. مختار سيسافر؟ لا لا، أكمل. كرة القدم هي رياضة الاتصال، إنها رياضة الفريق، لعبة التمرير والاتصال، إنها رياضة جماعية. حسن، لنجري المباراة غدا.